طيب، ازيكم يا جماعه؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكون كلكم بخير كده ان شاء الله. عارف ان انا بقالي كتير جدا 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 مختفي. آه بس دي للاسف يعني ظروف خارجه عن ارادتي. وانا اصلا في العادي ما كنتش بصور فيديوز كتير اساسا وكده. ولكن الحقيقه المره دي كان يعني عذر حقيقي ان انا ما بقدرش ارجع اصور كونتنت والكلام. بس ان شاء الله ودعواتكم يعني ان انا اقدر اعمل كده في خلال الفتره الجايه. آه لان انا بجد عايز اركز جدا على موضوع الكونتنت. واللي هو اصلا عنوان فيديو النهارده يعني الفيديو ده بيتصور في رمضان. يعني اتمنى انه ينزل في رمضان. بس ان شاء الله ان شاء الله اقدر اخلصه وانزله قبل رمضان. وانا النهارده كنت جاي اتكلم معاكم عن صناعه المحتوى. بس صناعه المحتوى من وجهه نظر مختلفه عن شغل الانفلونسرز والناس المنتشره اليومين دول. انا جاي اكلمك علشان هدف واضح انت راح تصنع علشانه كونتنت. بصراحه انت لو ما عندكش هدف واضح ان انت تصنع محتوى، ما فيش سبب واضح ان انت تكمل بصراحه، ومش عارف انت ليه ابتديت اساسا. طيب يعني وتعيش حياتك يا عم وتبسط يعني. المهم انا حابب احكي لكم قصه صغيره كده الاول عن موضوع بسيط جدا هيقدر يفهمك الحاجه اللي انا اقصدها. كان ليا واحد صديقي عنده بيزنس شغال فيه، نقول ان اسمه احمد. عنده البيزنس بتاعه وهو بيزنس اونلاين، وكان شغال لحد فتره طويله جدا وبيحاول يجيب العملاء بالطرق التقليديه اللي كلنا عارفينها، زي الكول دي امز وكولد ايميلز او حتى الاعلانات. بس بصراحة هو وصل لمرحلة حس فيها ان خلاص الموضوع بقى مرهق، وشايف ان هو محتاج ان هو يسكيل بالموضوع اكتر من كده وبمجهود اقل بكتير. وطبعا بعد بحث وتدوير ومذاكره، لان ده بيزنس، ده مش حاجه رفاهيه، لان افضل طريقه ان هو يعمل بيها الموضوع ده هو صناعه المحتوى. طيب ليه صناعه المحتوى؟ صناعه المحتوى ببساطه عشان حاليا في الوقت اللي احنا فيه الناس بقت بتثق في الاشخاص اكتر بكتير جدا ما بتثق في البراند. فبكل بساطه لو انت ابتديت تركز على انك تعمل بيرسونال براند خاصه بيك انت كويسه جدا، هتقدر تبيع اكتر بكتير جدا من براندات ايه ملهاش تواصل مباشر مع العميل او ملهاش حد تقدر تريليت عليه الحاجه او الحياه بتاعها او طريقه البيزنس ده هيأثر معاهم وهم شخصيا ازاي. وطبعا اي حد لما يشوف ان انت بتاخد نفس رحلته وبتعيش نفس تجاربه، نفس الحاجات اللي هو عايز يحققها، اكيد دي حاجه هتخليه انه عايز يعمل نفس الحاجه. فبالتالي الحاجات دي بتأدي في النهايه ان انت تبيع الخدمه بتاعتك، سواء الخدمه دي كانت كورس، سواء الخدمه دي كانت استشاره، سواء الخدمه دي كانت ديجيتال برودكت عندك انت بتعمله. العميل هيشتريه في الاخر لانه واثق في الحاجه اللي انت بتعملها، واثق في رحلتك انت كبني ادم مش كشركه. بس طبعا الموضوع مش سهل ولا هيبقى سهل ولا الموضوع هيقدر يتعمل ببساطه كده، وهيكون في مشاكل كتير. وعشان كده يعني اذا ما كنتش واخد بالك ان الموضوع ده قصتي انا، فانا قررت ان انا امشي معاك في الخطوات دي خطوه بخطوه، اعرفكم ايه الحاجات بالظبط اللي انا هبتدي اعملها عشان انتظم في صناعه المحتوى، اعرف ازاي اقدم كونتنت اكتر، اعرف ازاي انتشر، وفي نفس الوقت عشان نتعلم وتشوف الاخطاء اللي انا ممكن اعملها وتتجنب انت كمان ان انت تعملها. فلو انت شايف ان ده هدفك انت كمان فانت لازم تتابعني عشان نبتدي الرحله دي مع بعض. وما تنساش طبعا تتابعني على الانستجرام لان ده البلاتفورم اللي انا هكون متواجد عليه اغلب الوقت الفتره الجايه. وما تنساش طبعا تقول لي تفتكر اول حلقه المره الجايه هتكون عن ايه.